بس في وترتبط دايما مقولة تقول ان الاب والام الحب عندهم ده غريزي، طبعا. بيتنقل غريزي، انما ان الاطفال او الولاد يحبوا الاب والام ده بيبقى باختيارهم. انما مفيش حد هيحبك اكتر من باباك ومامتك. طب الصورة اللي بتتنقل دي بتبقى السبب فيها مين؟ يعني الجيل الصغير، الاولاد نفسهم، ولا الاهالي هي اللي متعرفش توصل المشاعر دي؟ لا يعني اعتقد ان المشاعر مش محتاجة يعني قدرة رهيبة على التوصيل، هي بتوصل المفروض اوتوماتيك، يعني ده حاجة غريزية، يعني انستنت، يعني انستنكت، الواحد بيحس على طول بانه يعني مفيش زي حضن الام وعطف الاب بس في وطبطبة دايما مقولة تقول ان الاب والام الحب عندهم ده غريزي، طبعا. بيتنقل غريزي، انما ان الاطفال او الولاد يحبوا الاب والام ده بيبقى باختيارهم. ده الى حد ما، لان هم بيبقوا عندهم قصور شويه في النضج. في النضج، وطبعا الاب والام عندهم دور تربوي، فاعمل كذا ما تعملش كذا، فبيبقى دمهم تقيل شويه، ايوه. خصوصا عند واحد لسه صغير مش فاهم. لما بنكبر بقى بنستوعب انه ده كان لمصلحتنا.